حمزه، قال لك واحد السيد سائق كيبقى غير سائق، اش جابو يريقل الفران، خاصو يعلم الشركه وتوقف في الفور عن السير ويرسلوا ليه تقني متخصص. ربي يحفظك وما تبقاش تخلط بين الاوراق. شكرا بزاف للسيد اللي كتب التعليق. بغيت نوضح واحد المساله باش يكون كلشي واضح. المحتوى اللي كندير ماشي باش السائق يدير الخدمه ديال التكنيسيان ولا يصلح الشاحنه. الهدف ديالي هو يعرف علاش كتوقع الاعطال باش يعرف يتصرف بشكل صحيح، لان معرفه الاشياء خير من جهلها، ولان السائق المحترف خاص يكون فاهم شنو معنى الصوت اللي سمع، شنو سبب هذا العطل، واش يقد يكمل الطريق ولا يوقف، وفين كاين الخطر، حيت غادي يسهل الماموريه على التكنيسيان اللي غادي يديبلاصا حتى لعنده. ولكن الاصلاح داكشي ديال التكنيسيان، وهذه راه مهنه كامله. انا كنشرح الاسباب وكنبسط المعلومه باش كل واحد يكون واعي بالامان، باش الاعطال الكبيره ما توصلش لمرحله الخطر. فخلاصه القول، السائق يفهم العطب ويسهل على التكنيسيان المأموريه، والتقني يقدر يعتمد على الوصف ديال السائق. وديالكس هنا باش يوصل المعلومه لكلشي. خليوا لي الاراء ديالكم، واش متفقين مع هذا الشيء اللي قلت ولا لا. نشوفكم في الفيديو الجاي.